السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي الغاليين، يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. بإذن الله في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم على جزئية في درس الضغط هنشرحها كده ونركز عليها. هنركز أكتر على جزئية الضغط عند نقطة في باطن سائل، لأن أصلا هو الغرض إن احنا بندرس الضغط في تانية ثانوي، بندرس مفهوم الضغط عموما عشان نتكلم على خاصية الضغط بتاعت السائل. لو فاكر او ارجع كده بالذاكره معايا لورا شويه، احنا اصلا المفروض في الفصل بتاع المواقع، والمواقع هي عباره عن سائل او غاز، اي ماده قابله للانسياب. وفي الترم الاولاني درسنا خواص المواقع المتحركه سريان لزوجه، في الترم ده بندرس خواص المواقع الساكنه اللي هي اول حاجه الكثافه والضغط. فاحنا اصلا بناخد درس الضغط عشان ندرس خاصيه الضغط بتاعه السوائل. خلاص، فعشان كده هو التركيز كله في الأسئلة بيكون على الجزء بتاع السائل. طيب احنا طبعا المفروض عارفين ان لما بيكون معايا سائل، السائل ده المفروض ان هو، لو انا كده معايا سائل اناء كده صغير، تعال نجيب الموضوع كده بالراحة، والاناء ده جواه سائل معين. السائل ده بيبقى ليه وزن او كتلة، وكتلة السائل ده عمالة بتضغط على قاع الاناء اللي موجود، او بتضغط على اي نقطة موجودة في الاناء ده. فاذا السائل ده بيكون له ضغط السائل ده، ضغط اي سائل في الدنيا بيبقى عباره عن الرو بتاعه السائل، الاتش اللي هو العمق او المكان اللي موجود، او كميه السائل او سمك السائل اللي موجود فوق النقطه في عجله الجاذبيه الارضيه. ده كده ضغط اي سائل في الدنيا. طيب بالاضافه كمان، بما اننا الغاز ده يعتبر برضه هو كمان مائع، فالغاز زي الهواء ده يعتبر غاز، فالهواء ده كمان عمال بيضغط علينا، والضغط اللي هو بيضغط بيه علينا فوق من اول الغلاف الجوي لحد سطح الارض. يعني الهواء اللي جاي من اول الغلاف الجوي لحد هنا عندنا على سطح الارض عمال بيضغط علينا. طيب ضغط الهواء ده عباره عن رقم ثابت على سطح الارض، قيمه ثابته. طيب هو ازاي الهواء بيضغط علينا، عمال بيضغط علينا واحنا مش حاسين بالكلام ده؟ هو ده من رحمه ربنا علينا. ربنا خلقنا من جوانا سوائل، وجوانا جوا جسمنا في سوائل. ضغط السوائل اللي جوا جسمنا بيعادل الضغط الجوي اللي جاي من بره، فالاتنين بيلاشوا بعض. يعني تخيل كده ان انت معاك جسم، في حد عمال بيزق هنا وحد عمال بيزق الناحيه الثانيه، فكده حصل ايه؟ حصل اتزان. يبقى طول ما احنا على سطح الارض، الضغط الجوي اللي بيأثر علينا احنا مش حاسين بيه. تعالى بقى ابدأ اطلع لفوق، ارتفع لأعلى. انت اول ما تبدأ ترتفع لأعلى، طول عمود الهواء اللي فوقك بدأ يقل، فاحنا لما بنطلع لفوق الضغط الجوي اللي علينا بدأ يقل شوية. طيب الضغط الجوي اللي بدأ يقل ده، هل هيبقى ليه تأثير علينا؟ طبعا هيبقى ليه تأثير. بعض الاشخاص هتلاقي بيحصل لهم نزيف من المناخير. ليه؟ ما انت ضغطك جوه بقى اكبر من الضغط اللي بيأثر عليك من بره. يعني تخيل كده انت معاك جسم، حد بيزق هنا وحد بيزق الناحيه الثانيه، حد بيزق يمين وحد بيزق شمال، يبقى اللي بيزق شمال بقى اكبر. في اللي يحصل هتلاقي بقى في الدم اللي هو السائل اللي جوه جسمك بيندفع من الداخل للخارج، فيحصل نزيف من المناخير مثلا او من الاذن الى اخره. تمام؟ فاذا لما بنطلع لفوق الضغط اللي علينا بيقل، اللي هو الضغط الجوي. لما بننزل لتحت مثلا، نزلنا في منجم ولا حاجه، قاع منجم مثلا، فهنلاقي ان الضغط اللي بيأثر علينا بتاع الهواء عمال بيزيد. حلو؟ يبقى اذا في عندي ضغط للسوائل وفي عندي ضغط للهواء اللي موجود. طيب ضغط السائل بنجيبه رو اتش جي، ضغط الهواء هو عباره عن الضغط الجوي، وده رقم ثابت على سطح الارض، بيدهوني في المساله 1.13 من 100 في 10 من 13 من 1000 10 أس 5 نيوتن لكل متر مربع. ماشي. حلو الحدوته والكلام ده جميل قوي وزي الفل، عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. احنا دلوقتي معانا اناء، والاناء ده فيه اكتر من سائل، حيث طبعا ان السائل اللي هيبقى تحت كثافته اكبر من السائل اللي فوق، من اللي فوق الى اخره، وده طبيعي. طبيعي ان الماده اللي كثافتها قليله هتبقى فوق الماده اللي كثافتها اكبر. كل سائل بيبقى ليه كثافه. يعني وليكن السائل الاولاني ده عمنا كثافته رو 1، والسائل الثاني ده كثافته رو 2، واللي بعده ده رو 3، والسائل اللي بعده ده رو 4 الى اخره. وعندنا كل سائل ليه سمك او ليه اتش بتاعته. السمك او الارتفاع بتاعه او العمق بتاعه ده بنسميه اتش. يعني هنقول ان السائل الاولاني اتش 1، السائل الثاني اتش 2، الثالث اتش 3، الرابع اتش 4 الى اخره. حلو؟ وكمان السائل ده او الاناء اللي قدامي ده مفتوح، بما انه مفتوح يبقى كده هو معرض للهواء، يبقى كده هو معرض للضغط الجوي. زي الفل، جميل قوي.
طيب انا هبدا احط لك نقاط كده عشوائيه واقول لك احسب لي الضغط عند النقاط اللي موجوده دي. يعني مثلا هحط لك نقطه هنا اسمها اكس مثلا، يعني على سبيل المثال. خلينا نجيب لون تاني وهنحط مثلا نقطه هنا على سطح السائل ده اسمها واي، ونقطه تانية هنا على سطح السائل ده اسمها زد، ونقطه ثالثه هنا على سطح السائل ده اسمها ام، ونقطه تحت خالص مثلا في السائل اللي تحت ده اسمها ان مثلا. طيب انت عايز مني ايه؟ والله انا عايزك تحسب لي الضغط عند اكس وعند واي وعند زد وعند ام وعند ان. طيب لما نيجي عند النقطه اكس، مين اللي بيضغط على النقطه اكس من فوق؟ مفيش اي سائل فوقها، يبقى اذا كده مين اللي بيضغط عليها؟ اذا اللي بيضغط عليها هو الضغط الجوي بس. يبقى تعالى كده نقسم الصفحه بتاعتنا. احنا عايزين نجيب الضغط عند النقطه اكس، يبقى اللي بيضغط عند النقطه اكس هو الضغط الجوي فقط لا غير. ماشي. عاوزين نجيب الضغط عند النقطة واي، مين اللي بيضغط على النقطة واي؟ حاجتين بيضغطوا عليها، الضغط الجوي اللي هنا وكمان شوية السائل دول اللي هم لونهم بنفسجي. يبقى اقدر اقول ان الضغط اللي بيأثر على النقطة واي هو الضغط الجوي، بالاضافة كمان لمين؟ للسائل الاولاني ده رو1H1G. ماشي، تشكر يا سيدي. تعال نجيب الضغط عند النقطة زد، مين اللي بيضغط عند زد؟ كل اللي فوقها. طيب كل اللي فوقها اللي هو مين؟ عندك من أول الضغط الجوي، بعد كده ضغط السائل ده، ضغط السائل ده. وما ينفعش أقول إن مثلا أجيب الاتنين دول مع بعض، السائل ده والسائل ده مع بعض كأنهم حاجة واحدة، لا، ده أنا بجيب ضغط كل سائل لوحده، لأن كل سائل ليه كثافة خاصة بيه. يبقى إذا هقول الضغط اللي بيأثر عند النقطة زد، اللي بيأثر عليها أول حاجة عند خالص فوق هو الضغط الجوي، ثم بعد كده ضغط السائل الأولاني اللي هو رو1H1G، بالإضافة كمان السائل اللي بعده اللي هو كثافته رو2H2G. وطبعا هيبقى مديك إيه؟ قيم للكثافة، أنا عاملها هنا برموز عشان كأن كده يبقى فهمك الموضوع بشكل عام. طيب لو جينا بعد كده على النقطة ام، مين اللي بيضغط على النقطة ام؟ اللي بيضغط على النقطة ام كل اللي فوقها. مين كل اللي فوقها؟ الضغط الجوي، ضغط السائل الاولاني، ضغط السائل الثاني، ضغط السائل الثالث. يبقى اللي بيضغط على النقطة ام كل اللي فوقها، اول حاجة الضغط الجوي، ثم بعد كده ضغط السائل الاولاني رو1H1G، ثم بعد كده ضغط السائل الثاني رو2H2G، ثم بعد كده ضغط السائل الثالث رو3H3G. لحد هنا انت وقفت عند النقطة. طيب مين اللي بيضغط على النقطة N؟ خد بالك انت بتجيبها من اول فوق لحد ما توصل للنقطة. اللي بيضغط على النقطة N كل اللي فوقها. هاتها بقى من اول حاجة. اول حاجة في ضغط جوي ولا لا؟ في ضغط جوي، لان الاناء ده معرض للضغط الجوي، يبقى اللي بيضغط على النقطة N يبقى الضغط الجوي. ثم بعد كده رو1H1G، ثم بعد كده رو2H2G، ثم بعد كده رو3H3G، ثم بعد كده رو4H4G. يبقى انا باخد من اول فوق خالص اول ضغط، وطبعا اول حاجه بيبقى الضغط الجوي لو في ضغط جوي، وبجيب بقى السوائل بتاعتي بالترتيب لحد ما اوصل للنار. جميل زي الفل كده، الدنيا تمام مفيش مشكله. طيب لو جه قال لك هات لي فرق الضغط ما بين اي نقطتين موجودين في الاناء ده، يا عم هات لي فرق الضغط مثلا ما بين النقطه اكس وما بين النقطه واي. تعالى كده نجيب فرق الضغط ما بينهم، ما بين الاكس وما بين الواي. هو احنا لما بنجيب الفرق ما بين حاجتين هنعمل ايه؟ هنطرحهم من بعض، يبقى هقول له الحاجه الثانيه ناقص الحاجه الاولى، بي واي ناقص بي اكس. تعالى يا باشا نعوض. البي واي احنا جايبينها عباره عن الضغط الجوي زائد رو1H1G، اطرح منها ضغط النقطه اكس اللي هو الضغط الجوي. طيب كده لما اجي احسب هلاقي ان الاثنين دول راحوا مع بعض، يبقى فرق الضغط ما بين اكس واي هيساوي ايه؟ هيساوي رو1H1G. لو جيت تبص على النقطتين بتوعك في السؤال، هتلاقي ان النقطتين اللي هم اكس وواي فعلا اللي موجود ما بينهم هو السائل اللي هنا ده بس، اللي هو رو1H1G. طيب انت عايز تقول لي ايه يا سير؟ عايز اقول لك تعالى نجيب حاجه تانية وانت لوحدك هتعرف انا عايز اقول ايه. تعالى كده نشوف
تعالى يا باشا نجيب مثلا فرق الضغط ما بين النقطة زد مثلا والنقطة اكس، او زد وام، اي حاجة مش فارقة. تعالى نجيب فرق الضغط ما بين زد واكس. يلا يا باشا، فرق الضغط ما بين النقطتين دلتا بي ما بين النقطتين زد والنقطة التانية قلنا اكس. يبقى كده هنجيب البي زد ونطرحها من البي اكس. البي زد معانا هي مين؟ هي عبارة عن الضغط الجوي زائد رو 1 اتش 1 جي زائد رو 2 اتش 2 جي، واطرح منها ضغط النقطة اكس اللي هو مين؟ اللي هو الضغط الجوي. بعوض بس هبص الاقي ان ده راح مع ده، يتبقى لي مين؟ رو 1 اتش 1 جي زائد رو 2 اتش 2 جي. طيب انت كده بقى ايه لاحظت يا باشا؟ لما اجي ابص على النقطة زد وعلى النقطة اكس، انا لما جيت احسب فرق الضغط ما بينهم لقيته بيساوي في الاخر شوية السائل اللي ما بينهم، اللي هو السائل الاولاني والسائل الثاني، صح كده؟ يعني من الاخر ممكن بقى نحطها قاعدة عامة عشان ما اقعدش احير نفسي واحسب الحسابات دي كلها واضيع وقت في الاخر. لا يا باشا، هو لما اقول لك هات لي فرق الضغط ما بين اي نقطتين، يبقى انت بتاخد شوية السائل اللي ما بين النقطتين دول. فرق الضغط ما بين اي نقطتين بيساوي شويه السائل اللي موجودين ما بينهم، يعني فرق الضغط ما بين الام والان بناخد الشويه اللي ما بينهم، فرق الضغط ما بين الزد والام بناخد الشويه اللي ما بينهم، فرق الضغط مثلا ما بين الواي والزد يبقى الشويه اللي ما بينهم، فرق الضغط ما بين الاكس والواي يبقى الشويه اللي ما بينهم، فرق الضغط مثلا ما بين الاكس والزد يبقى كل اللي ما بينهم، فرق الضغط ما بين الزد والان، وهكذا. قيس بقى الموضوع بالنسبة لك على نفس النمط، يبقى فرق الضغط ما بين أي نقطتين بناخد شوية السائل اللي ما بينهم. كنت أنا عايز أركز على الجزئية دي النهاردة في الشرح، هنبدأ بقى إن شاء الله نحل عليها شوية أفكار وشوية أسئلة. هنبدأ يلا نحل أسئلة على درس الضغط عند نقطة في باطن سائل. هنركز أكتر على الجزئية اللي إحنا شرحناها، آخر جزئية اللي إحنا شرحناها في الفيديو. فيلا بينا كده، بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السؤال رقم 1 معانا، رسم البيان المقابل يمثل العلاقة بين الضغط وعمق السائل اللي هو الاتش، الضغط بي وعمق السائل اتش في مخبرين مختلفين في الكثافة A و B. هو هنا أول سؤال بيقول لك هل المخبرين مغلقين ولماذا؟ رقم 2 بيقول لك أي السائلين أكبر كثافة ولماذا؟ طيب احنا ازاي هنعرف هو الإناء ده مغلق ولا الإناء ده مفتوح من الرسمة البيانية؟ بص، هو انت عندك لو انت معاك الإناء ده، الإناء اللي معانا ده إناء مغلق، يبقى الإناء ده غير معرض للضغط الجوي، يبقى إذا الضغط اللي بيأثر هو عبارة عن مين؟ هو عبارة عن ضغط السائل فقط. لكن لو الإناء بتاعك ده إناء مغلق فبيبقى عندنا إناء مفتوح آسف، فبيبقى عندنا الضغط الجوي بيأثر بالإضافة لضغط السائل هو كمان بيأثر على قاع الإناء. طيب لما تيجي تعمل علاقة بيانية من القانون ده، عايز تعمل علاقة بيانية ما بين الضغط وما بين الاتش، هتقول ان العلاقة ما بينهم طبعا بالنسبة للي قدامنا علاقة طردية. لما الاتش بتزيد الضغط بيزيد، والمقصود بالاتش هنا ان ده العمق، فلما العمق بيزيد هو طبعا لازم بيوضح لك الكلام ده في السؤال ان ده العمق ولا ده البعد عن قاع الاناء، لان احنا كل ما بنبعد عن قاع الاناء احنا كده طالعين لفوق فكده الضغط بيقل، لكن كل ما العمق بيزيد يعني كل ما بنبعد عن سطح السائل فوق واحنا نازلين لتحت فالعمق بيزيد فالضغط بيزيد. طيب بالنسبه للي قدامنا ده خلاص واحنا متفقين ان دي الاتش، فالعلاقه ما بين البي والاتش علاقه طرديه. طيب هو لو الاتش بصفر يعني انت معاك الاناء اهوت، الاناء ده مغلق، الاناء ده جواه سائل بس الاناء مغلق من فوق. فاحنا دلوقتي بنقول لو احنا معانا نقطه هنا على سطح السائل فوق خالص، النقطه اللي على سطح السائل في الاناء المغلق ما فيش اي حاجه فوقها، لا ضغط جوي ولا في سائل فوقها، فبنقول ان الضغط هنا بكام؟ بصفر، لان عمق النقطه بكام؟ بصفر. اول ما نبدا ننزل لتحت ايه اللي بيحصل للعمق؟ العمق بيزيد فالضغط بيزيد لحد ما نوصل لاخر عمق خالص، يبقى كده الضغط بقى اكبر ما يمكن. يبقى واحنا واقفين هنا عند اكس الضغط بكام؟ بصفر، لكن عند واي في ضغط على حسب الاتش اللي موجوده، يبقى اذا عند اكس الضغط بصفر، فعشان كده بنقول ان العلاقه ما بين البي والاتش علاقه طرديه، فلما الاتش بتكون بصفر بيكون الضغط هو كمان بصفر. لكن لو الاناء بتاعنا ده اناء مفتوح، يعني الاناء ده معرض للضغط الجوي، الاناء بتاعنا مفتوح في ضغط جوي هنا فوق اللي هو ضغط الهواء، فهنقول في الحاله دي والله لو في نقطه هنا، النقطه اللي هنا السائل ما بيضغطش عليها،
لكن هنا في ضغط جوي، اي نعم الاتش بصفر ولكن الضغط الكلي مش بصفر، لان لما نعوض عن الاتش بصفر ده كله بقى بصفر، ولكن الضغط بقى بيساوي الضغط الجوي. طيب كل بقى ما العمق بيزيد ايه اللي بيحصل للضغط؟ هتلاقي الضغط هو كمان بيزيد، يعني كل ما العمق بيزيد الضغط بيزيد. ولكن لما بيكون مفيش عمق خالص، مفيش عمق يعني مفيش سائل بيضغط على النقطة بس في ضغط جوي، يبقى في الحالة دي بقى بنعمل علاقة ما بين الضغط وما بين الاتش، برضو بنقول يا عمنا العلاقة ما بينهم علاقة طردية، ولكن احنا مش بنبدأ من الصفر، لان لما بتكون الاتش بصفر اللي هو عمق النقطة لما بتكون بصفر برضو بيبقى فيه ضغط، يعني ناتج الضغط ما بيبقاش بصفر، بيبقى برقم بيبدأ منين؟ من عند قيمة الضغط الجوي ده، بيبدأ من عند البي اي اللي هو الضغط الجوي. تمام زي الفل. يبقى انا كده لما الاقي شكل الرسمه بتاعتي بالمنظر ده اعرف ان في ضغط جوي، واعرف كده ان الاناء بتاعي اناء مفتوح. لقيت الرسمه بالشكل ده يبقى كده الاناء بتاعي ماله؟ اناء مغلق وبالتالي غير معرض للضغط الجوي. هو بيسالك في السؤال هل المغبارين مغلقين ولماذا؟ المغبار ده يا جماعه بادئ من الصفر، يبقى ده كده مغلق، يبقى الاولاني مغلق، الثاني ده مفتوح معرض للضغط الجوي لانه مش بادئ من صفر، بادئ منين؟ من عند قيمه الضغط الجوي. طيب السؤال الثاني اي السائلين اكبر كثافه ولماذا؟ احنا لما نيجي نجيب ميل العلاقه البيانيه، الميل احنا بنقسم الضغط على الاتش يتبقى لي الرو في الجي. هنا برضو انا بجيب فرق الضغط اللي هو البي ناقص البي اي وبقسم على الاتش يتبقى لي برضو الرو في الجي. يعني من الاخر الميل بيساوي الكثافه في عجله الجاذبيه اللي هي ثابته، يبقى الميل بيتناسب طردي مع الكثافه، يبقى اللي ميله اكبر كثافته اكبر. طيب هو مش مديك هنا ارقام بس واضح ان الخط ده ميله اكبر من ميل الخط ده، لما نعمل الافقي الزاويه هنا صغيره لكن هنا الزاويه كبيره، يبقى الخط ده ميله اكبر، يبقى ميل الخط ايه اكبر من ميل الخط بي، يبقى اذا كده كثافه الخط ايه اكبر من كثافه الخط بي، لان الميل هنا في العلاقه بتاعتي بيتناسب طردي مع الكثافه لان عجله الجاذبيه ثابته. طيب سؤال رقم 2 بيقول لي اوجد الضغط الكلي، احنا عايزين نجيب الضغط الكلي وكذلك القوة الضاغطة، يبقى اول حاجة هنجيب الضغط اللي هو البي، ثم بعد كده القوة الضاغطة المؤثرة على قاع حوض به ماء مالح كثافته يبقى الرو، اذا كانت مساحة مقطع الحوض يبقى دي المساحة اللي هي الايه، وارتفاع الماء به 1 متر الاتش اللي هو ارتفاع السائل اللي موجود داخل الاناء، وكان سطح الماء في الحوض معرضا للهواء الجوي، يبقى اذا في ضغط جوي، وعجله الجاذبيه الارضيه كمان ب 10 متر كل ثانيه تربيع، والضغط الجوي القيمه بتاعته 1.13 من 1000 10 أس 5 نيوتن على متر مربع. طيب تعالوا مع بعض كده نترجم السؤال. هو بيقول لك انت معاك اناء، الاناء ده جواه سائل، السائل ده ليه كثافه ومديني الكثافه بتاعته، وكمان يا عم الاناء ده معرض للضغط الجوي، والاناء ده ارتفاع السائل جواه او عمق السائل جواه 1 متر. طيب يا سيدي هو انت عايز تجيب ايه؟ انا عايز اجيب الضغط الكلي ثم بعد كده اجيب القوه الضاغطه اللي هي الاف. طيب الضغط الكلي عند اي نقطه، عند اي نقطه في باطن سائل بيساوي الضغط الجوي بالاضافه للرو في الاتش في الجي اللي هم ضغط شويه السائل. الضغط الجوي قيمته ب1.13 من 1000 في 10 أس 5 زائد السائل ده كثافته 1030 الاتش اللي هو العمق ب1 العجلة ب10. نطلع الناتج بتاعنا نحسب. يبقى يلا بينا نحسب 1.13 من 1000 في 10 أس 5 زائد 1030 في 1 في 10 يطلع ب 11,111,600 ماشي، 111,600 نيوتن لكل متر مربع، ده كده قيمة الضغط الكلي. المطلوب الثاني اللي هو عايزه، هو طالب مني القوة الضاغطة، القوة اللي هي الاف، وطبعا من قانون الضغط اللي هو الاولاني خالص البي بيساوي الاف على الاي بيساوي القوة على المساحة، فمن هنا القوة هتساوي الضغط في المساحة، فنبدأ نعوض بناتج الضغط اللي طلع 1,1,600 مضروب في المساحة
المساحة هنا قيمتها 1000 سنتيمتر مربع، نضرب في 10 أس سالب 4 ونبدأ نطلع الناتج. يبقى عنصر اللي معانا نضربها في 1000 في 10 أس سالب 4 تطلع 11160. خلاص، يبقى كده ده قيمة القوة، والقوة تقاس بالنيوتن. وده كده السؤال رقم 2 معانا في الفيديو. يلا بينا نجيب السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 بيقول لي معاك يا باشا إناء على شكل متوازي مستطيلات، أبعاد القاعدة بتاعته 3 و2. طبعا الأبعاد دي بنجيب منها المساحة. ملئ بالماء على عمق، يبقى الاتش، ثم سكبت طبقة من الزيت طفت فوق سطح الماء وكان سمك هذه الطبقة. يبقى احنا كده نقول ان الاتش بتاعت المية اتش مية 8/10، واللي هنا دي كده الاتش بتاعت الزيت ب1 متر. فإذا علمت أن الكثافة النسبية للزيت يبقى الرو النسبية للزيت 8/10، منها نجيب الرو بتاعة الزيت. لما بيكون معاك الكثافة النسبية لأي مادة بضربها في كثافة المية، يبقى أنا كده جبت كثافة المادة. طيب كثافة المية مديها لنا ب1000، يبقى نضرب 8/10 في 1000، يبقى احنا كده معانا كثافة الزيت 800 كيلو جرام لكل متر مكعب. ماشي. وعجلة الجاذبية 10 متر كل ثانية تربيع، والضغط الجوي 1.13 10 أس 5. رقم 1 بيقول لي احسب الضغط المطلق على قاع الإناء. الضغط المطلق على قاع الإناء، هو بيقول لك انت معاك إناء على شكل متوازي مستطيلات، ايا يكن شكل الإناء ايه. الإناء ده جواه طبقة من سائل، الطبقة اللي من السائل دي عمقها أو ارتفاعها أو سمكها 8/10 متر، وحطينا فوقها طبقة من الزيت عمقها أو ارتفاعها أو سمكها 1 متر. وكمان في فوق عندك ضغط جوي بيأثر، لأن الإناء ده معرض للضغط الجوي. هو بيقول لك احسب الضغط الكلي عند قاع الإناء تحت هنا. طيب عشان نجيب الضغط الكلي احنا عارفين ان قانون الضغط الكلي عند اي نقطة الضغط الكلي بيساوي لو الإناء ده مفتوح الضغط الجوي زائد رو اتش جي، صح؟ طيب احنا هنا عندنا طبقتين من سائل، فبنجيب رو اتش جي بتاعت السائل الاولاني زائد رو اتش جي بتاعت السائل الثاني. اتش جي بتاعت السائل الثاني. طيب نبدأ بقى نعوض. يلا الضغط الجوي 1.13 10 أس 5 زائد السائل الاولاني، وليكن هنبدأ بالزيت كثافته 800، الاتش بتاعت الزيت ب1، عجلة الجاذبية ب10، زائد السائل الثاني اللي هو المية اللي كثافتها ب1000، سمكها 8/10 في عجلة الجاذبية اللي هي 10. كده هنحسب الضغط الكلي اللي موجود تحت. يلا بينا نحسب. 800 في 10 يبقى 8000، 1000 في 8/10 في 10 يبقى كده 8000 برضو. يبقى دول كده مع بعض 16000 زائد 1.13 في 10 أس 5 زائد 16000، يطلع الناتج 117,300 نيوتن لكل متر مربع. ده كده الضغط الكلي اللي بيأثر على مين؟ اللي بيأثر على النقطة اللي موجودة في قاع الإناء. لو كان قال لك هات الضغط بس اللي بيأثر على نقطة على سطح المية أو أسفل الزيت مباشرة، يبقى في الحالة دي هنقول إن الضغط اللي بيأثر عليها هو الضغط الجوي بالإضافة لمين كمان؟ ضغط الزيت. طالب القوى الكلية المؤثرة على قاع الإناء، عايز القوة اللي هي الإف، وقلنا إن الإف بتساوي حاصل ضرب البي في الإيه، الضغط في المساحة. الضغط الكلي اللي هو 117,300 في المساحة. المساحة اللي هي مساحة القاعدة، ومساحة القاعدة اللي هي الطول في العرض، يعني 3 في 2 اللي هم ب6. يبقى أنصر اللي طلعت معانا نضربها في 6 يطلع الناتج 703,800 نيوتن. ماشي. طبعا مش لازم الرقم يكون مكتوب كده في الاختيارات، ممكن نلاقي فيه علامة هنا 7.3 1 2 3 4 5 في 10 أس 5 مثلا. يعني مش شرط يكون الرقم مكتوب كده يا جماعة، ممكن يكون معمول له عملية تقريب، فعلى حسب الاختيارات اللي موجودة معانا مجرد ما هنشوف الرقم ده هنلاقي في الاختيارات اللي شبهه فنختاره على طول ونتأكد بان احنا نقرب العلامة.
كده السؤال رقم 3 معانا يكون خلص. نجيب السؤال اللي بعد كده، سؤال رقم 4 في الفيديو بتاع النهارده. سؤال رقم 4 بيقول لي احنا معانا طبقة من المية سمكها ده اللي هو الاتش بتاعتها، والاتش بتاعتها 100 سم، اضرب في 10 اس سالب 2 عشان اخليها بالمتر فتطلع 1 متر. تطفو فوق طبقة من الزئبق سمكها برضو ده اللي هو الاتش بتاعتها بالسنتي، يعني اضرب في 10 اس سالب 2 تطلع ب 2 من 10 متر. احسب الفرق في الضغط بين نقطتين احداهما عند سطح الخالص للميه والاخرى عند قاع طبقه الزئبق، علما بان عجله الجاذبيه 10 متر كل ثانيه تربيع، كثافه الزئبق 13600، كثافه الميه ب 1000. يعني هو بيقول لك انت معاك اناء، الاناء ده فيه سائلين، عندك طبقه من الزئبق، طبقه الزئبق دي سمكها تقريبا 2 من 10 متر، وحطينا فوقها طبقة من المية. طبقة المية دي سمكها حوالي 1 متر بالشكل ده كده، ومديك كثافة الزئبق وكثافة المية. وبيقول لك ايه بقى يا باشا، خد بالك ده هنا بيقول لك هات فرق الضغط. وفرق الضغط ده طبعا قلنا ان احنا لما نحب نجيب فرق ضغط بين اي نقطتين بناخد جزئية السائل اللي ما بينهم، على حسب ما بينهم سائل واحد او سائلين بنجيب الضغط بتاعهم. هو بيقول لك انا عايز اجيب فرق الضغط فين بقى؟ بين نقطتين احداهما عند السطح الخالص للميه. يعني النقطة الأولى عند السطح الخالص للمية، عند سطح المية ده كده سطح المية، والأخرى عند قاع طبقة الزئبق، والنقطة التانية عند الزئبق في القاع من تحت. يبقى دي النقطة كده رقم 1 ودي كده النقطة رقم 2. عايزين نجيب فرق الضغط ما بينهم. فرق الضغط ما بينهم بيساوي فرق الضغط ما بين النقطتين دول بيساوي ضغط السائل ده زائد ضغط السائل ده. يبقى إذا فرق الضغط ما بين النقطتين اللي هو طلبهم 1 و2 بيساوي الأولاني اللي هو رو السائل الأولاني اللي هو رو ووتر اتش ووتر في العجلة، بالإضافة إن أنا هزود عليه رو زئبق اتش زئبق في العجلة. نبدأ نعوض. كثافة المية خلاص المعطيات كلها بقى معاك 1000، الاتش بتاعت المية ب1، عجلة الجاذبية ب10 متر كل ثانية تربيع، زائد كثافة الزئبق 13600، الاتش بتاعت الزئبق 2 من 10، عجلة الجاذبية 10 متر على الثانية تربيع. نحسب بقى ونطلع الناتج بتاعنا. يبقى 1000 يبقى كده 10000 زائد 13600 في 2 من 10 في 10 يطلع الناتج 337,200 نيوتن لكل متر مربع. ده كده فرق الضغط ما بين النقطتين اللي هو طلب. يبقى فرق الضغط ما بين اي نقطتين في اي اناء او في اي سائل او في اي اناء يحتوي على مجموعه من السوائل، بناخد ضغط السوائل اللي موجوده ما بينهم. ده كده فكر السؤال رقم 4. نيجي للسؤال رقم 5 معانا في الفيديو. بيقول لي سؤال رقم 5 بيقول لك ايه يا باشا، الشكل المقابل اناء مغلق باحكام، يعني مفيش ضغط جوي كده، يبقى الضغط الجوي مش موجود، ممتلئ بسائلين لا يمتزجان كثافتهم رو و2 رو على الترتيب. يبقى السائل اكس ده كثافته رو، السائل التاني اللي هو الواي كثافته ب2 رو على الترتيب. طبعا السائل اللي كثافته اكبر هيبقى تحت، فاذا كان الضغط عند النقطه اكس بيساوي بي، الضغط عند اكس بي، فان الضغط عند زد بيساوي كام؟ طيب هو عايزنا نقارن الضغط عند اكس بالضغط عند مين؟ بالضغط عند زد. طيب مين اللي بيضغط على النقطه اكس؟ اللي بيضغط على النقطه اكس السائل اللي موجود فوقها، اللي هو جزئيه السائل اللي موجوده فوقها ده، اللي هو السائل الاولاني اللي كثافته برو وسمكه كله باتش، ولكن النقطه دي موجوده في المنتصف بالظبط، فيبقى الارتفاع اللي فوقها نص اتش. ماشي، يبقى احنا كده معانا الكثافه ومعانا الاتش ومعانا يعتبر برضو عجله الجاذبيه. نقدر نجيب الضغط عند اكس. يبقى البي عند اكس بيساوي الرو اللي هي اصلا برو، الاتش اللي هي بنص اتش، في عجله الجاذبيه هنسيبها زي ما هي. يبقى الناتج بتاعنا نص رو اتش جي. وهو بيقول لي ان قيمه الضغط عند النقطه اكس، الضغط عندها قيمته ببي. ماشي، ده كده الجزء الاولاني.
طيب الجزء الثاني عاوزين نجيب الضغط عند النقطة زد. هو مين اللي بيضغط على النقطة زد؟ اللي بيضغط على النقطة زد السائل الثاني ده، وبيضغط عليها بالشوية دول، بالإضافة لضغط السائل اللي فوق ده بيضغط عليها بالوزن بتاعه كله، لكن ده بيضغط عليها بنص الوزن بتاعه. يعني المفروض لما اجي احسب ضغط الشوية دول هاخد اللي هو الايه، نص اتش بس، لكن فوق هنا خلاص انا كده هاخد الاتش كلها بقت معايا. يبقى انا عايز احسب الضغط عند النقطة زد، يبقى اللي بيضغط عند النقطة زد ضغط السائل الاولاني رو 1 اتش 1 جي زائد ضغط السائل الثاني رو 2 اتش 2 جي. طيب ضغط السائل الاولاني، السائل ده كله كثافته برو، الاتش بتاعته كلها باتش وعجلة الجاذبية بجي، يبقى رو اتش جي، زائد السائل الثاني بيضغط بالشويه دول بس كثافته ب 2 رو، الجزء العمق بتاعه او السمك بتاعه اللي بيأثر على النقطه بنص اتش، يبقى 2 رو في نص اتش في عجله الجاذبيه. نحسب طبعا هنا 2 في نص يعني 1، يعني هنا 1 وهنا 1 رو اتش جي، يبقى الناتج بتاعنا 2 رو اتش جي. يبقى ده كده البي زد قيمته بتساوي 2 رو اتش جي، والبي الاولانيه قيمتها نص رو اتش جي. انا عايز اقارن البي بتاعه النقطه زد بالبي الاولانيه اللي كانت موجوده معايا. هبدا اقسم دي على اللي هنا، يعني هقسم بي زد على بي اللي هنا يجيب لي دي بتمثل قد ايه منها. يبقى بي زد على بي الاولى، بي زد جبناها ب 2 رو اتش جي، بي الاولى جبناها بنص رو اتش جي، هنطير رو اتش جي مع رو اتش جي، 2 على نص فيها الاربعه، يبقى بي زد على بي بيساوي 4 على 1، طرفين في وسطين، يبقى البي زد بتساوي 4 في البي، يبقى الاجابه هتكون 4 بي. سؤال حلو، فكرته حلوه، ربطنا الاثنين ببعض، عملنا نسبه بينهم، فسؤال جميل. ماشي، بينا يلا على السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 6 معانا، برضو سؤال محترم فكرته كويسة. بيقول لي خزان منتظم الشكل ارتفاعه كله على بعضه 120 سنتيمتر، مملوء بالكامل بماء كثافته، يبقى كثافة المية 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب. ماشي، ده كده الجزء الأولاني من السؤال. نكمل مع بعض السؤال. بيقول لي فإذا تم إفراغ ثلثي حجم الماء من الخزان، ثم صب حجمين متساويين من سائلين غير قابلين للامتزاج أو التفاعل مع بعضهما ولا مع الماء حتى امتلاء الخزان مرة أخرى، وكانت الكثافة النسبية للسائل الأولاني والكثافة النسبية للسائل الثاني. الكثافة النسبية للسائل الأولاني 8/10 أضربها في كثافة المية، يبقى إذا كثافة السائل ده 800، أضرب في 1000 برضه يبقى كثافة السائل ده 1200 كيلو جرام لكل متر مكعب. عارفين إحنا الكلام ده. هو عايز نسبة التغير في الضغط عند قاعدة الخزان بتساوي كام، ومديني اختيارات. الخزان في الأول كان كله يحتوي على ميه، الاتش كلها ب 120 سم، اضرب في 10 اس -2 تطلع 1.2، 1.2. وهو بيقول لي الضغط في المره الاولى بقى، تعال نحسب. يبقى الضغط في المره الاولى بصرف النظر بقى في ضغط جوي ولا لا، هو طالما انا هجيب التغير في الضغط يبقى انا هطرح، فلو في ضغط جوي في المره الاولى في المره الثانيه، فكده كده هيروحوا مع بعض. يبقى اقول له في المره دي مفيش غير سائل واحد بس، يبقى رو اتش جي. السائل ده كثافته ب 1000، الاتش بتاعته 1.2، وعجله الجاذبيه ب 9.8. خلينا نعوض بيها ب10 وخلاص عشان يبقى الحسابات بتاعتنا سهله. يبقى 1000 في 10 في 1.2 يطلع الناتج بتاعنا ب 12000 نيوتن لكل متر مربع. ماشي، ده كده الجزء الاولاني ما فيهوش مشكله. الجزء الثاني بقى، الجزء الثاني بيقول لك احنا قمنا مفضيين الخزان ده، مفضيين تلتينه، سيبنا يعني هو احنا كده قسمنا الخزان يعتبر كام، تلت وتلت وتلت، تمام. يبقى احنا كده شلنا تلتين، يتبقى تحت تلت، يبقى السائل اللي موجود تحت ده يعتبر تلت، وادي التلتين اللي فوق. وقال لك ايه بقى، حطينا في الجزئين اللي فوق دول، حطينا سائل كثافته 800 وسائل كثافته 1200.
طبعا السائل اللي كثافته 1200 هيبقى تحت خالص اهوت 1200 لانه ده اكبر كثافه، اكبر من الميه. وعندنا السائل اللي كان موجود اصلا في الاناء اللي هو الميه كان 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب، والسائل الثالث اللي هو ضافه اللي هو 800 كيلو جرام لكل متر مكعب هيبقى موجود هنا. انا هقسم بقى ال1.2 دي هقسمها على الثلاثه دول، يعني هو كان كله بتاع الميه، لا ده اتقسمت على 3، 1.2 على الثلاثه يبقى ده ب4 وده سمكه 4 وده سمكه 4، يعني ده اللي حصل. يبقى اللي حصل الاناء كله كان مليان ميه، شلنا تلتين الميه وحطينا مكانها تلت من السائل ده وتلت من السائل ده، بس احنا ايه مرتبينهم على حسب السوائل الاكبر كثافه للاقل كثافه. هو بيقول لك بقى احنا عايزين نجيب الضغط هنا ونقارنه بالضغط اللي هناك، يعني نطرح الاثنين من بعض، هل في تغير في الضغط ولا لا بعد الحركه اللي حصلت دي. طيب هنا بقى مين اللي بيضغط تحت هنا يا جماعه؟ هل سائل واحد بس؟ لا ده هنا في عندي 3 سوائل، السائل الاولاني والثاني والثالث، طبعا كلهم نفس الاتش وبيأثر هنا نفس العجله بتاعت الجاذبيه. يبقى انا هقول الضغط الكلي في الحاله الثانيه هنا البي الكليه هتساوي رو السائل الاولاني في الاتش بتاعته في الجي زائد رو السائل الثاني في الاتش بتاعته في الجي زائد رو السائل الثالث في الاتش بتاعته في الجي. طبعا بما ان العجله ثابته فانا كاتبها جي بس، والاتش هيها بتاعتهم الثلاثه، فعشان كده انا كاتبها اتش بس، ما كتبتش اتش 1 واتش 2 واتش 3. فانا ممكن اخد الاتش جي عامل مشترك، يبقى البي 2 هتساوي رو 1 زائد رو 2 زائد رو 3، كل ده مضروب في الاتش جي. نبدا نعوض. رو 1 800 زائد 1000 زائد 1200، الكلام ده مضروب في الاتش بتاعت كل واحدة منهم 4 في عجلة الجاذبية اللي احنا اتفقنا بكام ب10. دول طبعا 1200 يعني هيطلعوا 3000 في 4 في 10، 3 في 4 ب12، يعني هيطلع الناتج في الآخر ب12000. يعني الضغط في المرة الثانية هو الضغط في المرة الأولى، فلما نيجي نجيب فرق الضغط ما بينهم واضح جدا إن فرق الضغط ما بينهم بكام؟ بصفر، يعني B2 ناقص B1 طلع بصفر، يبقى التغير في الضغط هنا بكام؟ بصفر. سؤال حلو جدا وفكرته حلوة، وأهم حاجة إن أنت تترجم بس الكلام اللي بيحصل في المسألة صح، هتلاقي نفسك بتطلع الإجابة بتاعتك صح بإذن الله. طيب سؤال رقم 7. سؤال رقم 7 معانا النهارده بيقول لي بيقول لك يا باشا في الشكل المقابل، الشكل اللي قدامك ده يوضح ارتفاع كل من الماء وزيت بترول في بئر عمقه 2000، يبقى ده عمق البئر كله على بعض. إذا كان ضغط السائلين عند قاع البئر 17.5 ميجا باسكال، وطبعا الميجا بتنضرب في 10 أس 6، وكثافة كل من المية والزيت على الترتيب 1830، فإن طول عمود الزيت اتش بيساوي تقريبا كام؟ يعني ده كده البئر، خلينا نوضح الرسمة تحت. ده البئر فيه مية اللي احنا ما نعرفش سمكها او ارتفاعها بكام، وفوق موجود عندنا زيت اللي احنا عارفين ان الاتش بتاعته قيمتها اتش، واحنا عاوزين نحسب قيمة الاتش ده، ومدين العمق كله بتاع البئر كله عمقه بكام؟ ب2000 بالشكل ده كده. طيب هو بما ان الحته دي باتش والارتفاع كله ب2000، يبقى الجزء اللي تحت ده هيبقى عباره عن 2000 ناقص الاتش. هو مديني قيمه الضغط الكلي اللي هنا. مين اللي بيضغط عند النقطه اللي تحت هنا في قاع الاناء ده؟ اللي بيضغط او في قاع البئر ده؟ اللي بيضغط على قاع البئر ده السائل الاولاني والسائل الثاني. طيب مفيش طبعا ايه ضغط جوي دلوقتي، يبقى اذا الضغط الكلي بيساوي رو بتاعت السائل الاولاني ميه، الاتش بتاعت الميه في عجله الجاذبيه، زائد رو السائل الثاني اللي هو زيت في الاتش بتاعت الزيت في عجله الجاذبيه. الضغط الكلي اللي بيأثر تحت 17.5 ميجا باسكال، اضربها في 10 أس 6 بيساوي السائل الاولاني كثافته اللي هو الميه كثافتها ب1000، سمك الميه ب2000 ناقص اتش
2000 ناقص اتش في عجلة الجاذبية اللي قيمتها ب10 زائد الزيت كثافته 830 الاتش بتاعه باتش عجلة الجاذبية ب10. طبعا هنبدأ نفك الكلام ده. 1000 في 2000 يبقى كده 2 في 10 أس 6 صفار يبقى 6. 1000 في سالب اتش يبقى سالب 1000 اتش، وكمان مضروبة في 10 اللي بره هنا يبقى 10000 اتش، ودي تبقى 2 في 10 أس كام؟ 7 زائد 830 وفي 10 يبقى 8300 اتش. نخلي الاتشات مع بعضها ونودي الأرقام الناحية التانية مع بعضها. يبقى هيبقى هنا عندي الناحية التانية 17.5 في 10 أس 6، أطرح منها 2 في 10 أس 7، ده اللي هو الطرف اللي هنا. طيب الطرف اللي على اليمين هيبقى في الطرف اللي على اليمين عندنا ايه بقى؟ هيبقى عندك 8300 اتش زائد سالب 1000 سالب 10000 اتش. يبقى هنا عندنا هنقول 10000 ناقص 8300 تطلع هنا 1700 وبالسالب 1700 اتش بالسالب. وهنا لما نطرح الاتنين دول من بعض 17.5 في 10 أس 6 نطرح منها 2 في 10 أس 7 يطلع الفرق ما بينهم سالب 25 في 10 أس 5. هنطير طبعا السالب مع السالب عشان نجيب الاتش، يبقى نقسم الرقم اللي هنا على اللي هناك، يبقى انصر على 1700 تطلع الإجابة 1470 و 58 من 100. 1400 يبقى الاتش بتاعت الزيت طلعت 1470 و 58 من 100. دي كده قيمة الاتش. وهو فعلا عايز قيمة الاتش، وهنا عندي في الاختيارات 1471. هو قال لك اصلا تقريبا، وحتى لو ما قالش تقريبا يعني ده تعتبر خلاص يعني الفرق بسيط جدا. 1470 و6 من 10 فهي هياها يعني تقريبا 1471. تمام. وبكده نكون خلصنا بفضل الله حل الافكار بتاعه الفيديو بتاعت النهارده. الحمد لله بفضل ربنا كده يعتبر شرحنا جزئيه مهمه في درس الضغط عند نقطه في باطن سائل، وحلينا عليها بعض الافكار. باذن الله استنونا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هنحل افكار تانية جديده. ما تنسوناش بدعوه حلوه في ظاهر الغيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.